وبحضوركم جميعا، هذا الحضور المتميز الذي يشعرنا بالفخر والاعتزاز، لأنكم لبيتم النداء وجئتم لتحضروا تكريم هؤلاء الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ورجال أضافوا لهذه المدينة ولهذا الوطن شيء كثير بإبداعاتهم وإنتاجاتهم الفكرية التي تشهد عنهم، فهم غنيون عن التعبير. لماذا؟ لأنهم أدباء ومثقفون ومبدعون بما تحمله الكلمة من معنى. ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس نود أن نمر إلى قراءتين شعريتين كمدخل لهذا التكريم، ولم نبدأ بالشعار الوطني لأننا لن نتوفر على أيضا الشعار الوطني الإسباني، فلهذا حتى لا نميز ونحن هنا من أجل عقد اتفاقية شراكة، إذا نستسمح وطننا ونستسمح الوطن الإسباني. وسنطلب من السي إدريس رواح لكي يسمعنا ويشنف أسماعنا بقصيدة نرجو أن تكون مختصرة وأن تكون موجزة، فليتفضل مشكورا.